احنا مع فلسطين. اهل المغرب وينكم يا رجال؟ والله اشتقناكم اهلنا واخوتنا في المغرب. من غزه طيب فزعت. لو قالوا لك يوم بدك تسافر من غزه اي دوله نفسك تروح عليها؟ والله اهل المغرب، اهل من جودهم من اصلهم من كرمهم. العالم كله فاجأ يعني اهل غزه صراحه خبر انه هو الجيش المغربي مطبع مع اسرائيل. طبعا احنا ما بهمنا الجيش المغربي، احنا بهمنا شعب المغرب اللي بيحب غزه، والسنتين اللي هو بيحكي عن غزه وبدافع عن قضيتنا. كل الحب للشعب المغربي، حنضلنا ايد واحده واهل غزه بتحب. طخ الدنيا وتحيه لاهل المغرب، يسعد دينكم من قلب المخيم. سامعين صوت طاخ؟ عشان عبود حماده حط علم المغرب فوق طاخ. والله بنحب اهل المغرب، من قلب المعسكر، من قلب الطخ، من قلب الدمار بنحب. يا رب يحمي اهل المغرب، يا رب يحمي اهل المغرب، يا رب يحمي اهل المغرب. هذا الفيديو مقدم من اطفال غزه مخيم النازحين، دعوه خاصه لاهلنا في المغرب، ربنا يحميهم يا رب. من أهل المغرب، من المغرب إلى غزة إن شاء الله. هذه مساهماتكم وأماناتكم يا أهل المغرب جميعا. زي ما شايفين احنا قاعدين بنشتري البضائع هذه إن شاء الله حتى نقوم بتجهيز الطرود الخضار إن شاء الله وتوزيعها على أهلنا والأسر المستورة المتعففة في قطاع غزة. زي ما شايفين يا جماعة الخير البضاعة ألف، البضاعة زي ما شايفين كل البضاعة عندهم بضاعة جديدة ونظيفة. إحنا حاولنا نختار أفضل بضائع. بارك الله فيكم، بارك الله في كل واحد يا جماعة الخير اللي بيساهم معنا. إحنا حبينا نورجيكم وإحنا بنشتري حتى يكون في وضوح في مصداقية. الله يحييكم. قلوبنا معكم يا اهلنا في المغرب. فين اهل المغرب؟ في المغرب يا ريت تستحقوا بس لو معانا نروح عادي على المغرب، بس الله اعلم بالحال. ان شاء الله ربنا يكرمكم وتزور اهل المغرب يا رب. الله يقويهم، والله نفسي اشوفها. الله يقويهم ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب. يحفظهم رب العالمين يا رب. يا رب بارك الله باهل المغرب. الله يبارك، بارك الله فيهم. للناس اللي بتحكي اهل المغرب مطبعين واهل المغرب خون، اهل المغرب مش مطبعين. تنسوش انه اهل المغرب وقفوا مع اهل غزه سنتين في الحرب واكثر، وما زالت من بدايه الحرب لليوم وهم اهل المغرب واقفين مع اهل غزه وساندينهم. من مدينة خان يونس ومن قلب الخيام ومن قلب معاناتنا وقهرنا وآلامنا وحصارنا، تحياتنا للشعب المغربي الشقيق، تحياتي لكل الأمازيغ وكل المغاربة المغتربين والموجودين في داخل المغرب، تحياتي لكل شرفاء العالم من قلب خان يونس ومن قلب قهرنا ومعاناتنا. تحياتنا لكم يا شرفاء ويا أحرار العالم، ترفع القبعة لكم احتراما وتقديرا وإجلالا على ما بذلتوه وما فعلتوه لأهلنا في غزة. هذا الدمار كله يا أخوان اللي بنعيشه في غزة. من قلب قطاع غزه بنحب نوجه رساله لاهل المغرب، شعب النشامه وشعب الكرم. من قلب قطاع غزه بحب اوجه لكم رساله. هل والقانون شفت مثل اهل المغرب؟ قلت لا لا. هل والقانون شفت مثله لشعب المغرب؟ قلت لا لا. والشام ومرجل ونخو اداء. للمغرب ألف تحية وألف سلام من غزتنا. نقول لكم أنتم من كنتم وما زلتم سنة مؤازرين لصبرنا وصمودنا. بارك الله في أهل الخير من مدينة بوزنيقة على مشاركتهم. طلع كلامه صحيح، وامبارح ترامب أعلن على موافقة أندونيسيا والمغرب والبانيا وكوسوفو وكازاخستان ومصر على ارسال الجنود لغزه للمشاركه في القوات الدوليه اللي حتيجي. الحمد لله زي ما انتم شايفين احنا الان في اللمسات الاخيره في تجهيز هذه الطرود الخضار وتوزيعها ان شاء الله على الاسر المستوره والاسر النازحه في قطاع غزه بتبرع كريم من اهل المغرب اهل الكرم في كل بقاع العالم، سواء كانوا داخل المغرب او الجاليه المغربيه بالخارج. ربي يكرمكم يجزيكم كل خير. هذه اماناتكم يا جماعه الخير امام اعينكم زي ما انتم شايفين. الشباب خليه نحل كلهم شغالين لاجل خدمه اسرنا النازحه والمستوره في قطاع غزه. بارك الله فيكم وربي يجزيكم كل خير. حتنتشر في مدينه خان يونس، مدينه خان يونس اللي هو انا نازح فيها. اخواتنا المغربيه علمونا بالله عليكم كم من كلمه هيك مغربيه خليني اعرف اتكلم معاهم بس يجوا يعني. السلام عليكم. اشياء ما لهمش دخل في الجيش المغربي. اهل المغرب ضايلين بنحبكم وتسمعوش من حدا، واهل غزه بحبوا اهل المغرب. شكرا لكم. اهل المغرب والجاليه المغربيه بالخارج، اهلنا واخوتنا وسندنا، انا بتمنى من كل قلبي انه ما يتخلوا اي شيء ياثر عليكم وعلى اصلكم الطيب وعلى معدنكم الطيب وعلى عملكم الانساني وعملكم الخير تجاه اخوانكم في غزه. كل الخلافات قد تكون وارده، الاخ يختلف مع اخوه في داخل البيت، هذا امر مفروغ منه. بتمنى منكم دائما تكونوا معنا وتكونوا سند لنا وتوصلوا فيديوهاتنا وتقفوا معنا وتستمروا ان شاء الله في المسانده وفي المساهمه لاخوانكم في قطاع غزه. بتمنى انكم تقفوا معايا ان شاء الله بالمشروع الخيري والوقف الخيري اللي احنا راح نعمله باذن الله، وتوفير الخبز المجاني الدائم لالاف الاسر في قطاع غزه، وايضا الى اطعام الطعام. وان شاء الله قفه رمضان في الطريق، شهر الخير جاي، وان شاء الله تكون ايدكم دائما ممدوده معنا للخير. بتمنى منكم توصلوا صوتنا، بتمنى منكم تتواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب وتساهموا معنا بما تستطيعوا حتى نقدر وحتى نثبت للعالم كله ولكل
الناس. سمعتوا اخر الخبر اللي فاجأ العالم كله، فاجأ يعني اهل غزه صراحه. خبر انه هو الجيش المغربي مطبع مع اسرائيل. طبعا احنا ما بهمنا الجيش المغربي، احنا بهمنا شعب المغرب اللي بيحب غزه، والسنتين اللي هو بيحكي عن غزه وبدافع عن قضيتنا. كل الحب للشعب المغربي، وحنضلنا ايد واحده، واهل غزه بتحبكم يا الشعب المغربي. السلام عليكم. يبدو أن المروك ستكون الدولة العربية الوحيدة التي تشارك فعليا وإرسال قوات إلى داخل القطاع بعد رفض مصر والأردن. إذن أعلنت 5 دول لحد الآن إرسال قواتها، وهي إندونيسيا، كازاخستان، ألبانيا، كوسوفو والمروك. طبعا مصر التي تعد أكبر دولة أو أكبر جيش عربي ولديها حدود مع القطاع، وكان القطاع أصلا يتبعها إداريا، رفضت إرسال قوات. من بعد الاجتماع اللي داروا الرئيس ترامب مع الدول المشاركه، المجلس ديال السلام اللي عاد تاسس حديثا واللي باقي في الطور ديال البناء ديالو، واللي بزاف غير بزاف ديال المعادلات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الاقليمي، من حيث السلم، من حيث الامن، من حيث واحد التحالف اللي هو جديد وفيه واحد الدول اللي هي مختلفه من قارات مختلفه. خرج لينا بوصبع وتيحاول يتشكى لانه ما حاشاه ليه حد، ما هضر معاه حتى واحد وما قال لي حتى واحد اجي، وغير مرحب به في مجلس بحال هذاك اللي ما يمكنش الرئيس ترامب غادي يستقبل بحال هاد الناس هادو. شي قلب على الناس اللي عند دول اللي عندهم واحد الاستقرار امني، واللي عندهم الهيبه، واللي عندهم واحد استراتيجيه كثير، واحد النمطيه في السير ديال البلدان ديالهم، وكيخدموا بواحد الحكمه وتبتوا بأنهم قوى فاعلة ولا قوى دولية فاعلة مستقبلا، وقوى ناعمة وقوى متقدمة في جميع المجالات، لا في المجال الدبلوماسي، لا في المجال السياسي، لا في التقدم العسكري، لا في بزاف ديال المجالات. الرئيس ترامب اختار بأن المغرب يكون واحد العنصر ولا واحد العضو اللي هو يكون فاعل، وعنده عنده واحد استراتيجية كيبنيها وكيمشي بها، وما اختار ان المغرب باش يكون عنده واحد الدور كبير مع خوتنا الغزاويين وعلى الارض ديالهم. وعشنا البرنامج اللي عطاه السي بوريطه باش يدخل في هذا التحالف هذا، وكان الحمد لله كل شيء غادي بخير. ولكن شفنا بزاف ديال المنابر اعلاميه اللي ما عجبهمش بزاف ديال الدول اللي بينوا لينا على كنقولوا على الانياب ديالهم، بينوا لنا النوايا ديالهم من جهه المملكه المغربيه. ولكن هذا الفيديو اللي شفنا اليوم ياكد لينا بزاف بان هذاك الشيء ما يقال وما ينشر على المغرب ما هو غير واحد بدافع الغيره وبدافع الحسد على ما هو كل مغربي. الحمد لله المغربي غادي واحد الخط تصاعدي في جميع المجالات بدون استثناء. كاين واحد التوازن بين السياسه وبين الدبلوماسيه وبين الرياضه وبين الاقتصاد، وفي ظل واحد الحكامه اللي هو واحد التوجه ديال صاحب الجلاله اللي هو تيكون بارك الله وما شاء الله والله يحفظه لنا والله يشافيه، حكيم بزاف ديال الحوايج. الحمد لله الاستراتيجيات ديالو كلها بانت مع الوقت، وعرف كيفاش يفرض ولا يفرض المغرب على بزاف ديال الدول. والحمد لله كيفاش الدول العظمى كتحترمنا، المملكه ككيان، الشعب بزاف ديال الحوايج حنا عرفنا كيفاش نفرضوا ريوسنا. كيبقى هذا المغرب كبر من كل شيء، ولا عزاء للحاقدين. شفنا بوصبع كيفاش علق على هاد الانتماء هذا، ان المغرب دابا صافي راه دخل مع القوى الكبرى. والحمد لله راه شفتوا كيفاش كتعامل معنا الدول كامله. راه مملكه ديال 1300 عام، شي عاد خلقنا البارح. شكرا للشعب الغزاوي، وكلام كان تبارك الله من القلب الى القلب للشعب المغربي اللي كان كله ما شاء الله ما تقدر تقول عليه والو. حنا الطباع ديالنا والاخلاق ديالنا راه العالم كامل كيعرفها، كنحتاجوا الشهاده ديال حتى واحد. جي عطونا الاراء ديالكم، كي جاتكم التعليقات والنداءات ديال الشعب الغزاوي، وما تنساوش تدعموا القناه. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.